وغير بيضه وحده وبمقادير كلها في دارك. غادي نحضر معكم المحبوبه ديال الجماهير اللي عاقلين على سميتها يكتبها لينا لتحت. كيجيو خفاف ولذاذ ساهلين دغيا كيوجدوا معكم، فسجلوا عندكم الوصفه وندوزو مباشره لطريقه التحضير. واول حاجه كيف كتشوفوا معايا كناخذ الكاس ديال الخلط، كنعمل فيه كاس ديال السكر، كنزيد شويه ديال الفانيليا، تقدروا تستعملوا حتى الفانيليا السائله اولا السكر فانيليا. غادي نزيد بيضه وحده، كنضيف كذلك واحد الكاس ديال الزيت، وهنا غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال المربى ديال المشماش. صافي غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب، وغادي نحاول انني نطحن مزيان هاد العناصر هادو حتى كيندمجوا معنا. صافي الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، غادي نحاول انني نفرغو هكذا في بول، وغادي نضيف عليه خماره وحده. غادي نضيف كذلك الدقيق، تقريبا كيهز معنا واحد 2 كيسان ونص ديال الدقيق. كنخلط كلشي مزيان حتى كنحصل على هذا القوام هذا، وكنحيد منه واحد 3 ديال المعالق كبار. هنا غادي نزيد عليهم واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغادي نحاول انني نخلط بهذا الشكل هذا. صافي هنا كناخذ الصينيه ديال الفرن، كنعمل فيها هكذا الورق ديال الطبخ، وكنبدا نشكل لي مادلين ديالنا بهذه الطريقه هذه. هنا غادي نزين بالخليط ديال الكاكاو بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا نرشم على هذه الطريقه هذه. صافي غادي ندخلهم للفران 170 درجه، كنخليهم حتى كيطيبوا معنا، ومن بعد كندوزو هكذا نلصقوهم بلا كونفيتور. صراحه كيجي واحد المادلين اللي غزال بزاف خفيف، ضروري انكم تجربوه بالصحه والراحه.